السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع المنتشر دلوقتي طبعا وفاة نورهان. نورهان الله يرحمها، آه، اللي قتلت أمها أو اللي شهدت قتل أمها، بمعنى أصح اللي شهدت قتل أمها، لأن نورهان ما قتلتش، هي شافت، هي وقفت شافت بصرف النظر شاركت في القتل أو قتلت. نورهان لها أب ولها اخوات صبيان، ابوها حزين عليها واخواتها الصبيان حزن على اختهم. انا مش بقول لكم ارحموا نورهان، لان نورهان عند ربنا سبحانه وتعالى، واللي هيرحم نورهان ربنا سبحانه وتعالى. البشر ما بيرحمش. انا بقول لكم بالراحة على الاب المكلوم في زوجته اللي ماتت، و بنته اللي ماتت واتدفنت جنب أمها دلوقتي، على إخوات نورهان الولدين اللي كان نفسهم أختهم تعيش وتستمر معهم على قيد الحياة حتى لو في السجن، وكان يشوفوها حتى ويعرفوا إن لهم أخت عايشة. ارحموهم، ارحموا الأب وارحموا الإخوات. إذا كنتوا انتوا نورهان ما تخصكوش، آه، مش بنتكم، مش أختكم، لكن هي لها أب ولها إخوات خايفين عليهم نفسيا، يعني يتدمروا. يعني الموضوع اللي هم فيه، يعني لو بعد الشر، يعني أنا أو أنتم حطينا نفسنا مكان الأب والإخوات، هنحس بقمة الألم النفسي. الألم الجسدي بنحاول نعالجه بأدوية، بنحاول نعالج بأدوية ألم جسدي، إنما الألم النفسي ده صعب إنه يتعالج، صعب. مفيش علاج للألم النفسي غير إن احنا نلجأ لربنا سبحانه وتعالى وندعي واحنا ساجدين إن ربنا يهونها، وإن احنا نحاول ننسى. إنما أنا شايفة كل الناس اللي بتعمل يعني ترند، اللي ماشية ورا الترند اللي بيكون موجود. أنا شايفة اللي بيحصل صعب جدا على أب وأولاده فقدوا أختهم، أب فقد بنته وأخوات فقدوا أخت ليهم وأمهم قبل كده، إن الموضوع صعب عليهم فوق الوصف. ربنا ما يكتبها لا عليا ولا عليكم. بالراحة على الناس، بالراحة يا جماعة. نورهان خلاص ما بقتش في وسطنا، ما بقتش يعني عايشة ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتنفس. هي دلوقتي عند ربنا أرحم الراحمين بيها. أم نورهان لو عايشة هتقول لكم ارحموا، ارحموا بنتي، ارحموا الأب، ارحموا جوزي، ارحموا ولادي اللي فقدوا أختهم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أتمنى إن الناس يكون في قلبها رحمة، مش وفي ناس بتقول لك بلاش تترحموا على نورهان، ده قتلت أمها والقاتل ما يترحمش عليه. لا، هي ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، آه، هو العالم بيها. والقصاص خلاص، يعني هي عملت القصاص وقالوا إن هي تابت واستغفرت ربنا، وربنا غفور رحيم. فانتوا ما عليكم غير ان انتوا تدعوا لها بالرحمة، وتدعوا لأبوها وإخواتها بالصبر، والجبان اللي اتعامل على إنه قاصر حسين، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. قادر ربنا سبحانه وتعالى ياخد حق أم نورهان من حسين، حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
الشيطان اللي دخل في وسط العيلة وقتل الفرح عندهم. فرح انتهى لآخر يوم في عمرهم. نورهان ماتت وهي عند ربنا، فندعي لها بالرحمة، وندعي لأبوها وأخواتها الصبيان بالصبر يا رب. ويا ريت يا جماعة اللي عنده كلمة كويسة يقول، اللي ما عندوش كلمة كويسة خلاص كفاية، يعني هي خلاص ماتت، فسيبوها لربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. هي طلبت من أبوها، قالت له أنا عايز أدفن جنب أمي في حضنها، وأقعد ساعتين بعد ما تدفني أقعد جنبي ساعتين لغاية مصالحها. وهي بتقول أنا كنت أمي عارفة شخصيتي، أنا شخص